أخواني السودانيين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية. أشقائنا وأهل النخوة العربية والعروق العربية الأصيلة، نحييكم من بلاد الحرمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة أنا معجب بالإخوان السودانيين، وصراحة حتى عندي في المؤسسة جميع العمالة سودانية، لأني أثق فيهم ثقة عمياء. وهذا إن دل على شيء يدل على المعدن الأصيل الإخوان السودانيين. فتقبلوا تحيات أخوكم أحمد العسيري من المملكة العربية السعودية. وأي زول عنده مشاكل مع كفيله ويرغب في نقل كفالة فليراسلني خاص. حياكم الله يا أخواني، نحييكم من بلاد الحرمين. وإن شاء الله السودان بيرتفع ويرتقي بإذن الله العلي القدير. يوم جت الشيخة موزة إلى عندكم قاموا يتكلموا ويضحكوا، قالوا تتصور مع الأهرامات الصغيرة وحنا أصل الأهرامات. طيب يا أنت يا مصري تتفاخر بالأهرامات اللي بناها فرعون، اللي ما أحد تجرأ على الله في تاريخ البشرية وقال أنا ربكم الأعلى إلا فرعون. قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أرى إله موسى وإني لأراه كاذبا. تتفاخرون بالفراعنة اللي أغضبوا الله سبحانه وتعالى. يا أخي هم من سلالة العبيد الفراعنة. يقول لك المصريين نعم يا أخي أحفاد كيلوباترا يا رجل. فرعون كان من بني إسرائيل. أبو جهل إيش قال؟ قال نعبد أصناما تقربنا إلى الله زلفى. هو مؤمن بالله سبحانه وتعالى، لكن يقول أصنام تقربنا إلى الله. ما أحد تجرأ على الله في تاريخ الأمة البشرية مثل فرعون، قال أنا ربكم الأعلى. ذا الحين يتكلموا ويحسبون أنهم قلب الأمة العربية. والعرس السيسي هذا في تحالفوا مع بشار في قتل الأطفال، ويقولون إن مع بشار قلبا وقالبا. والله يخسى المصريين ويخسى بشار. وتحيا الأمة العربية. وتحياتي لكم يا إخواني الأفاضل. ما شاء الله تبارك الله. والله العظيم أنا جاورت ناس سودانيين والله معهم، يعني أصبت مرة بحادث مروري. والله السودانيين يجوا عندي في المستشفى، يجي الواحد واقف من وقت الزيارة من 4 إلى 10، نقول له يا زول اجلس، قال لا عيب عندنا السودانيين تجلس عند المريض، لازم توقف بجنبه. أهل النخوة والشهامة. والله إنكم أهل النخوة والشهامة، وأنا أرحب بكم. والله العظيم أنا شفت جيرة السودانيين ما هي حتى جيرة السعوديين مثل جيرة السعوديين. كان يشوف عندي جار سوداني كان يشوفني عزوبي، والله يخنقني من هنا، يقول كيف يا زول أنت عزوبي؟ يلا والله تجي تاكل معايا، تجي تغدى معايا. اي والله هذا اللي وجدته منكم. والواحد يعني يشتغل بمعدنه الأصيل، معدنكم أصيل والله. فنحييكم يا أهل النخوة العربية.